هاكا اللي باغي يربي الدجاج. شوف شنو غنوريك قبل ما تربي الدجاج. تجي خذ تجربتي في سبيل الله. لا ما عندكش الوقت لهذا الشيء بلا ما تربي الدجاج، راه كيوسخ بزاف وما يخلي حتى بلاصه ما يحطش فيها براكته. بديت لكم بالسلبيات ولكن الايجابيات راهم اكثر. اول حاجه كيدخلوا الفرحه والوناسه للدار، ومن جهه اخرى كيدير بلاصتو في القلب ديالك بواحد الطريقه سريعه. اخوان اللي كيتسناو حلقه ديال الفلوكاج، اول حاجه ما تنساوش لي الاشطاغ، وثاني حاجه نعطيكم علامه على شنو غنديروا اليوم. كل واحد وطريقته في التربيه ديال الدجاج. انا غادي نتقاسم معاك طريقتي شنو كنقي في يومين، يعني شنو كندير في يومين وشنو كندير كل مره في الاسبوع وشنو كندير كل نهار. يلا تبع معايا نسيو دروس ونتفهم الطاس. كنفيق في الصباح، اول حاجه كندير كنحل عليهم الكرياج. هذا كنخليه محلول. علاش؟ باش الدجيجات منين يفيقوا ديك الساعه يقدروا يخرجوا اصلا باش يقضيو الحاجات ديالهم هنايا. كيخرج الدجاج باش يسرح، انا كنجي كنعمر ليه ديما الماكله، كنجي كنعمر ليه الماكله هنايا. هنا فين كيبان الاهميه ديال الدور ديالو. ملي كنرفس لهم كاع ديك الماكله اللي شاطت علينا البارح واللي كانت غادي يمشي للزبل، كنجي كنلقى اصلا حتى